كان حارس مرمى نادي الجونة وحارس مرمى نادي الزمالك السابق كابتن محمد عبد المنصف. كابتن محمد اهلا بيك على جولة في راديو دوت كوم، ومبروك يعني تألقك ومبروك البونت وكل سنة وانت طيب. ميرسي يا استاذ عثمان، ربنا يخليك وسعادتك طيب وجون الفيلم كلهم طيبين وبشكركم جدا والحمد لله رب العالمين، وربنا يقدرك ان شاء الله. والنتيجه النهارده ايجابيه بالنسبه لنا وتوفيق ربنا معانا ان احنا نطلع بنتيجه ايجابيه مع نادي الزمالك في استاد القاهره، ده اكبر فضل من ربنا سبحانه وتعالى. أوسا، قبل ما اتكلم على الماتش او قبل ما نخش في الفنيات، انا عايز اقول بس ملحوظه انا قلتها واحنا والماتش شغال. انا عاجبني الطقم اللي انت كنت لابسه النهارده، ده اختياراتك ولا اختيارات مين؟ لا، هو انا اساسا مضيت مع الشركه العالميه ديت من ساعه ما رحت للجونه وهو في العقد معايا ان انا البس كل الطقم اللي بيلعب بيها المنتخب الانجليزي جيمس في كاس العالم. فده من ضمن الحاجات اللي انا ماضي عليها ان انا العب بيها، وهو اختيار الحمد لله ان الواحد بيختار الالوان والواحد ذوقه كويس وشوف ايه اللي بيليق عليه يبان ستايل ويبان شكله كويس في الملعب، لان ده من ضمن الحاجات اللي هي بتديك دافع وبتديك باور وبتديك حماس ان انت لابس لبس شيك ولبس كويس عشان تستمتع وتأدي. الحمد لله ان الطقم هذا عجبكم يعني الحمد لله. وكمان قصة بنزيما يعني النهارده نيو لوك يعني. هو الواحد بيستمتع بصراحه. انا لما رحت الجون حاسس ان انا واحد ثاني بستمتع وبأدي بدون ضغط وبأدي بشكل كويس ومعليش ضغوط ولا عندي جماهير ضدي ولا معايا ولا عندي حد بيعمل عليا ضغط، فبستمتع وبلعب زي كل اللعيبه اللي هتفرج عليها في الدوري الاسباني والدوري الانجليزي. الناس بتطلع بعد الماتش كسبانه خسرانه بتاخد تحيه جماهيرها وبتتمرن وبتعيش الاجواء المباراه اللي بعديها، مفيش ضغط عليه مفيش اي حاجه. هو نفس الاحساس لما تلعب في نادي ملوش ضغوط، بتستمتع وبتأدي وبتلبس لبس حلو وبتعمل قصه كويسه، وهو ده الميزه اللي موجوده في نادي الجونه. كابتن محمد عبد المنصف، اخر دقيقه يمكن شهدت هجوم شديد من الزمالك وكان ممكن قوي ال3 بونت يروحوا والبونت اللي الجونه خده ما يبقاش في خانه الرصيد دلوقتي. يعني ايه سبب الربكه اللي حصلت في اخر دقيقتين؟ سبب ان انت عاوز تحافظ على التعادل وخايف ان انت يخش فيك جون في الاخر، وده يمكن حصل فينا في اول مباراه مع انبي، دخل فينا جون في الدقيقه الرابعه من الوقت الضايع. فكان في خوف وحذر من اللعيبه علشان كده في توتر، فيمكن هو ده اللي سبب الازعاج في اخر دقيقتين ثلاثه، ولكن توفيق ربنا ان انت تطلع بنتيجه ايجابيه علشان تعبت طول المباراه. فربنا وفق وما كانش في حظوظ لعيبه نادي الزمالك في اخر كورتين، ولكن كان في حظ كويس لينا وربنا وفقنا عشان نطلع بالنتيجه الايجابيه دي. عبد المنصف، يعني اكتر من كره اتشاطت عليك وانت مسكتها، يعني زي ما كان او يعني يتهيألي ان انت عارف ان اللعيب ده هيشوط في الحته دي فانت واقف مستنيها، يعني ده علشان لعبك في نادي الزمالك. من اللعيبه ديت وبقالي 12 سنه في وسطهم، فعارف كل واحد بيحرك ازاي وامكانياته ايه وبيعمل ايه وعنده حلول عامله ازاي، فيمكن اخدت الموضوع بشكل تمرين ان انا متواجد معاهم في تقسيمه او حاجه، فده بالنسبه لي سهل عليا ان انا احافظ لعيبه الزمالك بتتحرك ازاي وتأدي ازاي. فكان مهم جدا ان الواحد يتذكر طول الفترات اللي عاشها في النادي مع اللعيبه ديت، والحمد لله كان في توفيق ان كل قرار بتاخده بيطلع من حظك كويس. يعني جزء من الحكايه دي بيبقى نفسي يا كابتن عبد المنصف، يعني انت عايز تقول للزمالك انا اهو وانا يعني مش اقل من اللي عندكم، فعايز تثبت نفسك، فجزء من الحكايه انك عايز تثبت نفسك قدام فرقتك القديمه اكتر من اي فرقه ثانيه. بالعكس، ان انا مش محتاج بعد 12 سنه في النادي ده والاسم ده والسن دوت، كنت عارف ان انا عشان اثبت لنفسي قبل ما اثبت للجميع ان انا فورمه كويسه وان انا استحق ان انا ابقى موجود في المنتخب، واستحق ان انا اكون موجود في نادي الزمالك. واللي حصل ده حصل غصب عني، ان ده كنت مضطر ان انا لازم اتنقل في الفتره دي علشان العب وعشان اشارك وعشان ابقى موجود في الملعب، لان ده هدف متاح لكل اللعيبه. والحمد لله انا اثبتت لنفسي قبل الجميع ان انا فورمه كويسه وان انا جون كويس واستحق ان انا ابقى موجود في نادي كبير واستحق ان انا ابقى موجود في منتخب مصر، ويا رب ان شاء الله اللي جاي بالنسبه لي احسن. الاستقبال من جمهور الزمالك كان شكله ايه معاك ومؤثر؟ التحيه اللي قبل المباراه وده حاجه متوقعه لان في علاقه بيني وبينهم بشكل دايم على مدار السنين اللي فاتت، وانا بتحيه من هنا بقول لهم شكر جدا على التحيه ديت، ودي روح معروضه عليكم، وبتمنى لكم ان شاء الله مساندة الفريق الفتره الجايه وربنا معاكم ان شاء الله. المره الاولى هي الاصعب انك تلعب فرقتك اللي قبل كده هي الاصعب. الحمد لله عدت، ودي كان اهم مرحله ان الواحد ازاي يعدي اول مباراه ضد النادي القديم بعد 12 سنه، ولكن الحمد لله بفضل ربنا عدت وعدت بنتيجه ايجابيه. كابتن محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق الجونه، مره ثانيه بنبارك لك وعلى المستوى اللي اديته النهارده، ونشكرك شكرا جزيلا كنت معانا على جوله في راديو دوت كوم. شكرا جدا.